السلام عليكم. النهارده هناخد اهم الترماتود او الفلوكس الا وهي الفاشولا جيجانتيكا والفاشولا هيباتيكا. في البدايه ايه هي الفاشولا؟ الفاشولا ده هو بيسبب مرض مشهور اسمه الفاشوليزيس. طب الفاشوليزيس ده او الحاجه دي بتجي فين بالظبط؟ دي بتجي في الليفر والبيلاري تراكت، وبالاخص في البروكسيمال بيلاري تراكت. طيب نقدر نعمل مقارنه بسيطه ما بين الفاشولا هيباتيكا والفاشولا جيجانتيكا؟ طبعا ادي الفاشولا هيباتيكا الشكل بتاعها، وده شكل الفاشولا جيجانتيكا. طيب من كلمة جيجانتيكا يعني يقصد ان هي ضخمة، فهي largest عن الفاشولا هيباتيكا. الفاشولا هيباتيكا هي smallest. طيب الفاشولا جيجانتيكا تقدر نقول ان هي الريزرفوار هوست بتاعها، اللي يعني الكائن الحي اللي بيقدر يتخزن فيه المرض ده، واحنا لو اكلناه بنصاب بيه، هي الشيب، هي الخرفان. بينما الهيباتيكا فهي بتيجي بسبب الكتل وبتيجي بسبب الكاو. أما عن دورة الكائن ده اكسترا سايكل خارج الإنسان، فلو تخيلنا إن معانا إنسان والإنسان ده كان مصاب بالفاشولا، فهي طبعا زي ما احنا عارفين هي بتيجي في الليفر وبتيجي في البيلاري تراكت. ولما بتجي في الليفر والبيلاري تراكت، بما إن هي بتبقى دودة كبيرة، فهي الدودة دي بتبقى خنثى، يعني فيها العضو الذكري والعضو الأنثوي، فهي بتخص بنفسها. وبعدين بتنزل البويضة دي، والبويضة دي بتمشي في السمول انتستين للارج انتستين، حتى عشان ايه؟ توصلها، حتى عشان توصلها في الاسطول. بمجرد الانسان لو راح عمل الاسطول بتاعه في ترعة مثلا، فالترعة دي بيكون فيها الاج دي بيحصل لها هاتشد في الترعة دي، وبعدين بيخرج منها الميراسيديوم. الميراسيديوم ده بيروح ينجذب الى القوقع ده بيجذب ازاي؟ هو بيفرز ماده بيخلي القوقع ده، بيخلي الميراسيديوم ده بيروح للقوقع ده عشان يتغذى عليه. فبيروح القوقع اسمه ايه؟ لامينيا كاليودي. لامينيا كاليودي ده هو ده يعتبر بتاع الفاشولا جيجانتيكا. يبقى الفاشولا جيجانتيكا هو ده اللي بيجي منه اللامينيا كاليودي. تمام. طب وفي قوقع تاني اسمه ايه؟ طيب هو اسمه لامينا ترانكاتولا. لامينا ترانكاتولا ده هو اللي بيجي منه الفاشولا هيباتيكا. طيب بعد ما بيتغذى عليه فبيتكاثر فيه كذا مرة عشان يتحول بعدين للسبوروسيست، بعدين يتحول للريديا، بعدين آخر مرحلة فيه يوصل للسيركاريا. كل التكاثر اللي بيتكاثر فيه هنا اسيكشوال، بينما كان بيتكاثر في الانسان سيكشوال. هنا اسيكشوال شغال ينقسم بس، تمام، لحد ما وصل للمايكرو سيركس لليبتو اقصد سيركس سيركاريا، للليبتو سيركس سيركاريا. بمجرد ان هو تكون الليبتوسيركا السيركاريا بيروح يحمل انسيستيشن، يحمل سيست كده عليه حواليه، فيسمى انسيستد ميتا سيركاريا. الانسيستد ميتا سيركاريا دي بتروح للاعشاب الخضراء. يعني زي ايه الاعشاب الخضراء؟ يعني زي الخس، البرسيم، برضو بتروح للطماطم، تروح برضو يعني الكائنات اللي ممكن تتغذى عليها زي ايه؟ ممكن تتغذى عليها كائنات زي الشيب او الكتل، ممكن يتغذى عليها. فعشان كده احنا بنسميهم الريزرفوار هوست، يعني هم حصلوا على الحاجة دي وموجودة فيهم متخزنة فيهم. وممكن برضو الإنسان لو أخد مية بتكون برضو يعني مش كويسة ومحتوية على الانسيستد ميتا سيركاريا، يعني ملوثة بالانسيستد ميتا سيركاريا، وممكن برضو يتصاب. فالإنسان لما بيجي ياكل سواء الخضروات اللي مش مغسولة كويسة أو يشرب المية دي الملوثة، فبيروح يتصاب بالفاشيولا. ده الكسترا سايكل. اما على الانتراسايكل، ودي الانتراسايكل ده يقصد السايكل اللي موجوده جوه الانسان، هو بيعمل ايه او بيحصل له ايه؟ بمجرد ان الانسان زي ما اتفقنا انه هو اخذ الخضروات او اكل الطماطم اللي كانت ملوثه، او شرب ميه كانت ملوثه بالانسيستد ميتا سيركاريا، فهو كده حصل على الفاشولا. تمام. الانسيستد ميتا سيركاريا طب ايه بيحصل ليها؟ هي بتوصل للاستوما. هل بتتضر من الاتش سي ال اللي موجود في الاستوما؟ هقول لك لا، بسبب الانسيستيشن اللي هي عملته، الوول اللي هي عملته بيحميها من الاتش سي ال اللي موجود فيها. ده بيخليها ان هي توصل للسمول انتستين. لما بتوصل لمنطقه اسمها الديودينم في السمول انتستين، دي بيحصل لها ايه؟ يعني اهواتي هي وصلت للسمول انتستين، تمام، بتوصل للديودينم بيحصل لها اكزيستيشن يعني السيست ده يروح يتكسر كده ويضعف، ويحصل منه ان هي تطلع منه هي الفاشولا دي بتبقى الصغننه، يعني هي لسه يعتبر ما كبرت، لسه ما وصلتش لمرحله ان هي تقدر تنزل البيض. طب هي اصلا هي موجوده اصلا مفروض في البايل داكت والليفر زي ما احنا اتفقنا الهابيتات بتاعتها. طب هي ازاي هتوصل ليها؟ هي
يعني نقدر نقول ان هي اصلا غبيه، حتى يعني ان هي تروح تخترق كل الجسم بتاعك عشان تروح توصل للليفر. هي ممكن كانت وصلت للليفر من خلال الفتحه اللي موجوده في الدودينم، وكانت وصلت للبيردكت، لكن هي ما بتعملش كده. هي تروح تدخل في الديودينم تخترقه، وتروح تدخل في البروتينية تروح تخترقه، وتروح بعدين تدخل في الكبسول بتاع الليفر وتخترق الليفر، عشان في الاخر توصل للبروكسيمال بايل داكت. هي المكان بتاعها في البروكسيمال بايل داكت. هي كانت قادره كانت من اول ان هي تدخل في الفتحه بتاعه الديودينم، لكن هي لفت اللفه دي كلها واخترقت كل حاجه. متخيل ان هي شغاله تبوظ في كل حاجه في الجسم؟ يعني اخترقت البروتينيات وبعدين الليفر، وبعدين وصلت لحد عشان توصل للمكان بتاعها هي البروكسيمال بايل داكت. وبعد ما انتهينا من اللايف سايكل سواء الاكسترا سايكل او الانترا سايكل، فاحنا هنا جايين عشان نعرف مين الديفينيتيف هوست، من الريزرفوار هوست، من الانفكتيف ستيج، من الدايجنوستيك ستيج، من الانترميديت هوست. ودي اسئله مهمه جدا لمواضع الامتحان. طيب عاوزين نحدد هنا كل حاجه. طيب مين الديفينيتيف هوست؟ لو تتخيلوا كده اكيد هو المان اللي جاله الديزيز ده في الاخر. طيب مين نقدر نقول عليه هو المود اوف انفكشن، اللي يعني هو اتصاب ازاي؟ هو اتصاب بالانجيشن اوف يعني الطماطم والخس ده اللي كان محتوى على الانسيستد ميتاسيركاريا. تمام. فنقدر نقول ان الانفكتيف ستيج هنا اللي كانت هي اللي صابته هي الانسيستد ميتاسيركاريا. طيب نقدر نقول برضو ان الدايجنوستيك ستيج احنا لو فحصنا الستول بتاعت العيان دي وهنلاقي البيض بتاعت البويضات دي بتاعت الفاشولا. طيب نقدر نقول مين الريزرفوار هوست، يعني مين اللي كان حامل للمرض تاني؟ هنقول الكتل والشيب طبعا ايه الريزرفوار هوست. طيب نقدر نقول مين الانترميديت هوست؟ طبعا الانترميديت هوست هي اللامينا كيليودي واللامينا ترانكاتولا. اللامينا ترانكاتولا بتجي في الفاشولا هيباتيكا، واللامينا كيليودي بتجي في الفاشولا جيجانتيكا. طيب لو جينا هنا وقلنا الهابيتات، فإن الهابيتات طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هي بتجي في الليفر والبروكسيمال بايل داكت. هي بتكون فين اكتر وبتكون موجوده فين بالظبط؟ هي بتكون موجوده في البروكسيمال بايل داكت، ان هي بتحب الاماكن اللي بتبقى واسعه لان هي دوده كبيره. اما عن الباثوجينيزيس يعني ازاي بيتكون المرض، فهو بيتكون من اكيوت فيز وكرونيك فيز. اما عن الاكيوت فيز فهو بيكون during migration of the larva. يعني ازاي during migration of the larva؟ يعني هي بتخترق الديودينم، هي بتخترق البروتونيوم، وهي كمان بتخترق الكبسول بتاعت الليفر، وكمان بتخترق الليفر ذات نفسه عشان توصل في الاخر للبلوكسيمال بايل داكت. طيب انت تخيل المراحل دي الانسان بيكون فيه ايه وبيتعرض لايه؟ طيب طبعا من الاعراض اللي بتظهر على الانسان هي الفيفر، ارتفاع درجه الحراره، وكمان تاني هي رايت ابر كوادرت بين. ليه؟ من الجنب اليمين هنا بنلاقي فيه الم. ليه؟ بسبب ان الليفر هنا متاثر وهو كمان موجود في الجنب اليمين، فبنلاقي الالم هنا. كمان ايه تاني؟ بنلاقي الايزينوفيل، يعني عدد كرات الدم البيضاء عاليه. من الايزينوفيل البيزوفيل المونوس بنلاقي عدد كرات الدم البيضاء زاد. كمان ايه تاني؟ هيباتوميجالي، اللي احنا قلنا ان هي بتاثر على الليفر فبتعمل له هيباتوميجالي. اما الكرونيك فيز، فلما اقول لك كرونيك فيز يعني هي وصلت للبروكسيمال بايل داكت وموجوده في البروكسيمال بايل داكت وبتتكاثر فيه حاليا وبتنزل البويضات بتاعتها. فانا عشان كده بقول لك طالما وصلت للبروكسيمال بايل داكت وقاعده فيه وكمان بتتكاثر وبتنزل بويضات، دي بنقول عليها الكرونيك فيز. طب هي بتعمل ايه فيها؟ تخيل كده موجوده في المنطقه دي وكده وبتنزل منها عصاره الصفراويه، فهي ممكن تسبب لها بيلاري اوبستراكشن، ممكن تسبب برضه بيلاري سيروزس، وممكن تسبب اوبستراكتيف جوندس. اوبستراكتيف جوندس دي لها اعراض كتيره، ومن ضمن الاعراض اللي بنلاقي العينين بتاعت الانسان ده والبيشنت ده بنلاقيها زي ما انتم شايفين. طيب وممكن تسبب ايه؟ من هنا الحاجات اللي بتبقى برضه ظاهره بالميكروسكوب وبالاكزامينيشن، ممكن تسبب نقص في كرات الدم الحمراء، تسبب انيميا. اما عن حاله ممكن تحصل للانسان لو الانسان ده جاء اكل خروف كان مصاب بالفاشولا، والفاشولا دي كانت الليفر بتاعها ان هي بتاثر على الليفر زي ما اتفقنا، والفاشولا دي كانت الليفر ده كان مصاب، والانسان راح اكل الكبده دي. فالانسان ده بيحصل له حاله كده بنقول عليها الحلزونه. الحلزونه دي يعني السفوكيشن. طب ايه السفوكيشن ده اصلا؟ ده عباره عن كونجيشن في الفارنكس. طب الكونجيشن تخيل كده حصل كونجيشن في الفارنكس، هل الانسان هيعرف يتنفس؟ لا، هيحصل له ديزنيا. طب هل الانسان هيعرف يبلع كويس؟ لا، يحصل له ديسفاجيا. اما عن الدياجنوزس، فالدياجنوزس ده بنقسمه الى كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر يعني الاعراض اللي ظاهره على البيشنت. بيقول لنا ايه؟ هو بيقول لي ان في الم في جنب اليمين هنا،
كمان زي ما اتفقنا ان هي فيها فيفر، فيها ارتفاع درجه حراره، بنيجي نعمل احنا الاكزامينيشن بنلاقي ان في ارتفاع في الايزينوفيليا، زي ما اتفقنا ان هي ارتفاع في عدد كرات الدم البيضاء. تمام. طيب زي ما اتفقنا ان هي بتتقسم لاكيوت فيز وكرونيك فيز. طب الاكيوت فيز اثناء الميجريشن وهي لسه اصلا ما وصلتش للبروكسيمال بايل داكت، هل بيكون موجود في بيض؟ لا، ما بيكونش موجود اي بويضات في الاسطول. طيب ازاي بنعرف نحددها؟ بنحددها من خلال الايزا. الايزا ده بنحددها من خلال الانتيجين او من خلال الانتي بودي اللي موجود في جسم الانسان. اكيد الانسان دخل له حاجه غريبه فبيكون له اجسام مضاده، فاحنا بنعرف من خلال الاجسام المضاده دي. طيب اثناء الكرونيك فيز، قلنا ان احنا وصلت للبروكسيمال بايل داكت وبقت تنزل البويضات، فاكيد ان ممكن لو بحثنا الاسطول ده وهنلاقي البويضات بتاعه الفاشيولا. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن تعمل بالالترا سونوجرافي. طيب الالترا سونوجرافي ده بنعمل بيه ازاي؟ بنلاقي بالسي تي سكان او الام ار اي. ده هما الاثنين زي مقاربين لبعضهم، عباره عن شاشه احنا بنشوف فيها من بعد ما بنشوف الصوره في السي تي، وبما ان اصلا الدوده كبيره فاحنا نقدر نشوفوها على الجهاز ده. اما عن التريتمنت، فلما اجي اعمل علاج فانا عايز احدد كل ستيج من الحاجات دي وعاوز اتخلص منها. طب انا اول حاجه عاوز اتخلص من الدوده ذات نفسها، فانا بديله ترايكال بندازول او فازينكس. وكمان بسبب بديله الكورتيكوسترويد في فتره الاكيوت ستيج بتاعت الديزيز. الاكيوت ستيج دي بيتعرض للفيفر وايزينوفيليا ورايت بين، فانا بحاول اهدي الدنيا عنده فبديله الكورتيكوسترويد. طيب انا برضو كمان بديله انتيبيوتيك في السبيروتيف كولونجيتس. طيب انا ليه بديله اصلا انتيبيوتيك؟ متخيل كده في حاجه ساده وفي حاجه كده مرصوصه ومسدوده كده فبيتراكم عليها بكتيريا، فانا بتحاول عشان اقلل من البكتيريا اللي موجوده فبديله انتيبيوتيك. في نهايه الفيديو لا تنسوا دعمنا على القناه. اسال الله ان اكون وفقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.